كان لينا لقاء مع الباحث التاريخ العظيم أستاذ محمد فخري، بنرحب بحضرتك. ازيك يا استاذ رباب؟ وانا سمعت ان انت كنت بره بقى وكده، وانت عايز اقول لك حاجه، تاتش وود للشغل الجميل اللي انت عملتيه، بترجعينا للناس العظام بتوع زمان، وبقيتي ترند في قناه الحدث، وانا متابعك وانا فخور بيك لان احنا اصدقاء ودايما مع بعض في كل ايفنتات ناجحه. قولي، دايما حضرتك بتبقى في ايفنتات النجوم وانت اللي بتعمل الايفنتات، عايز اخد رايك بقى في مهرجان النهارده. هو على فكرة المهرجان نشط جدا بعد كورونا، لأن كان في السنين اللي فاتت أو السنتين اللي فاتت كان المهرجان كان محدود. لا، شفنا نجوم كتير، شفنا نجوم من فرنسا، شفنا نجوم من إيطاليا، شفنا حاجة جديدة جدا، إن هم بيركزوا على منطقة محدش بيركز عليها. النهاردة فوجئت إن هم بيناقشوا مشكلة الناس اللي هم بيجمعوا قمامة وكده، وخد أحسن سيناريو. أنا استمتعت جدا على مدار الأسبوع دهوت بندوة وزيرة التضامن، ولقيتها متفاعلة جدا، بتنفذ سياسة الرئيس، إن هي بتخش في الواقعية بتاعتنا. إن طبعا السينما، لو احنا اتكلمنا عن السينما، السينما ديت تعتبر بتناقش الحالة الاجتماعية للمواطن المصري، جسد حقيقة الحياة بتاعتنا. احنا بنشوف نفسنا في السينما. وعايز اقول الحاجة ان هي بتتعمل قناة الحدث متفاعلة جدا مع الاحداث الجارية. عايز اعرفهم ان تاني بلد في العالم شافت سينما كانت اسكندرية سنة 1895، اللي كان الاخوة لومير اول ما فكروا عرضوا في اسكندرية. اسكندرية كانت عاصمة الإنسانية، عاصمة الفن، عاصمة الجمال. احنا بنفخر ان احنا اسكندريين. وعايز اقول لحضرتك حاجة، انا سعيد جدا بتواجدي في المهرجان. قولي رأي حضرتك في اختيار الفنان الجميل محمود حميدة اللي نكون دور على اسمه. هو طبعا اختيار صائب، لان الاستاذ محمود حميدة ليه شخصية منفردة على مستوى الوطن العربي، شخصية سيريس قوي بتصدقيها، لان بيمثل المواطن المصري الجاد. وانا بحبه جدا. انا اول مره شفته في شيراتون المنتزه كان في مهرجان، يعني في التسعينيات، كان لسه نجم جديد، بس هو قدر يحط بصمات، قدر يوصل لقلب المواطن. لا، احنا كلنا بنحترم الفنان محمود حميدة. هو صدقيني التلقائية بتاعته هي اللي بتوصل للمتلقي اللي هو المشاهد. فعلا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد فخري.